مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل معاكم محشي كرنب ومحشي ورق خاص بطريقتي. يا رب يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم يا رب. طبعا احنا عارفين الشتاء يعني محشي كرنب. في الساعة ديت هو اللي بيدفي صراحة، مع حبة شوربة كده بيبقوا حلوين قوي. انا النهارده عملت الكرنب بتاعي بشوربة اللحمة. من كل مرة بعمله بشوربة الفراخ، بس قلنا نغير بقى المرة دي بنعمله بشوربة اللحمة ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. انا جبت هنا كرنباية، قطعت الاخضر اللي فيها، وابدأ ان انا افرغها كده، لان هبدأ بالسليق انت اللي هو الابيض، الورق الابيض، وبعد كده نعمل الاخضر في الاخر. نبدأ ان احنا نفرغها كلها كده. وجبت حلة على النار، حط فيها حبة كمون وملح وورق لوري، وهسيب المية بتاعتي تغلي. واول ما تغلي ان شاء الله هنزل بورق الكرنب فيها. هنبدأ بالابيض، وبعد ما نخلص الابيض هننزل باللي هو الاخضر. من المية خلاص بدأت ان هي غليت، هنزل بالكرنب. انا هنا حطيت الكرنبية بحلة لان انا خفت الكرنب يتقطع وانا بكمل التقليع بتاعه، فبدأت انزل بيها وهي منها هتفك لوحديها، منها نفسها هتفك. بدأت تفك اهيت، وكده تسلوها، ما خدش معايا سليق خالص. يعني الورق الكرنب منها فلاحي، ما خدتش معايا سلق خالص. عشان احيانا ناخد بالنا بس عشان ما يتهرش مننا. تمام. هبدأ اطلعه واروح على مية ساقعة، واروح مشغلة المية الساقعة عليه. ليه؟ عشان يعني ينغسل، وفي نفس الوقت ما يطرش معاكي اكتر. نشطفه برضو شوية والورقة ما تطرش. لو سبتها في السخن وهي سخنة زي ما هي وحطيتها على بعضه هتطرى معاكي. هكمل بقية الكمية. تمام. دي كده بدأنا في الأواخر اهو. الورق الأخضر احنا خلصنا الأبيض بتاعنا كله وحطينا الأخضر بقى خلاص. الأخضر معروف ان هو بياخد سوا شوية تيكة عن الأبيض، لأنه بيبقى الورقة بتاعته تخينة شوية. وطبعا برضو مش هنسيبه قوي عشان خاطر ايه، مش ينهري منه، بس هو ياخد سنة عن الأبيض. تمام. كده انا عملت الكمية بتاعتي كلها خلاص. هبدأ بقى ان انا اقطع.
اقطع بقى الحجم اللي انت عايزاه، عايزاه صغير عايزاه كبير زي ما تحبي. نشيل القرف بتاعها ونبدأ ان احنا نقطع الحجم اللي احنا عايزينه، وحاولي تخليه كله المقاس واحد. الاخضر ده طبعا هنحطه في الحلة. تمام. هبدأ اعمل الكمية بقى بتاعتي كلها اللي معايا وارجع لكم تاني. كده بعد ما خلصت كمية الكرنب ما شاء الله طلع لي حبة حلوين يعني اهوت. هجيب بقى معايا ورق الخاص. الاول هقطع العوفة اللي هي ديت عشان ديت هحطها في على الحلة زي ارضية كده في الحلة. بدل ما تحط المحشي على الحلة على طول، ده بتبقى تعملها ارضية كده وتحط عليها المحشي تحشي وتروح حط عليها زي ما هتشوف معايا دلوقتي في الفيديو. يلا يا حبايبي، لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت مش تنسوني باللايك بتاعكم الجميل والتعليقات بتاعتكم الجميلة اللي زيكم، واللي مشتركش يشترك. هنا كده خلاص انا خلصتهم اهوت، هحطهم على جنب واجيب بقى ورق الخاص بتاعي. ورق الخاص انا مش هسلقه، انا هغلي ميه واحطها عليه مسافه ما احط عليه الميه هو كده خلاص اتسلق. لكن لو سلقناه زي الكرنب هيتقطع ومش مش هينفع يتحشي، هيستطر قوي مش هينفع يتحشي. شوفوا احنا اول ما حطينا الميه المغليه عليه هو هبط اصلا وطري معانا، ما احتاجش ان احنا نرفعه على النار ولا حاجه خالص. اهو نزل هبط معايا خالص اهو. بس واصفيه ويبقى كده ورق الخاص هو كمان جاهز على الحشو. طري معايا خالص اهو. انا كمان ما سبتوش في المية كتير، لان برضو لو سبته كأني سلقته كأنه رفعته على النار. فانا بدأت برضو افصفيه من المية السخنة مسافة ما طري، وشغلت عليه المية الساقعة غسيل، وفي نفس الوقت برضو عشان ما يطرش مني جامد. خضار طبعا لازم ننقعه، فانا بدأت انفض فيه انضفه. جميل. خلصت الكمية كلها وهنا قطعته بقى وخلاص. هبدأ ان انا افتح عليه المية واحط له معلقتين خل وانقع فيها، اسيبه لحد ما اعمل الصلصة بتاعتي وبعد كده بصفيه. تمام. هنسيبه منقوع بقى. وهنا هنجيب الطماطم بتاعتنا، احنا سيبنا خضارنا منقوع مش هنصفيه غير لما نعمل تسبيكة الصلصة بتاعتنا نروح مصفيه، ياخد حقه كده في التنظيف، والخل لو في اي حاجة يشيلها ان شاء الله. هنا انا قطعت الطماطم وعملت عصير، انا بوريها لكم بس ان انا هعمل طماطم فريش. وجبت بصلتين كبار بقى المحشي، يعني بصل المحشي تحط له 3 بصلات كده كبار، بصلتين كبار 3 بصلات متوسطين، وتبدأ ان انت ترفعهم على النار وحبة زيت حلوين معتبرين، وشوحي بقى البصلة. لازم المحشي يعني بصل عشان يديك طعم حلو كده ومسكر.
انا حطيت كمية من الزيت، وهاجي وانا بحط خلطة الرز والحاجات دي احط كمان معلقتين زيت عليهم عشان يديله لمعة حلوة. هنسيب البصلة بس لحد ما تدبل. انا مش عايزاها تحمر، تحمرت يعني ما بحبهاش محمرة، هو يا دوبك البصلة تدبل معايا كده وانزل بالصلصة بتاعتي. تمام. هغطي عليها، ولما الصلصة بتاعتي خلاص اهي ما شاء الله استوت، هكون مجهزة كيس صلصة من اللي هو الجاهزة، وانزل عليها بس عشان تديها لون. كيس واحد بس، واسيبها تشوح معاها كويس قوي، تستوي تاخد راحتها في السوا. حط ملحك وبهاراتك، كمون، فلفل اسمر، قرفة ناعمة، البهارات اللي انت حابة تحطيه. كتري بقى الكمون والفلفل الاسمر، بيدوا برضو الطعم المحشي، بيخلوا طعم المحشي حلو. عايزة تحط فصين توم حطي، بس انا ما بحبش التوم على المحشي صراحة، في ناس كتير بيحطوا. وهنا كنت مقطعة بقى قرن شطة حراق وقرن فلفل رومي، شوحتهم مع الصلصة. وهنا بعد خلاص الصلصة كده بتاعت السبكت، كده خلاص. هبدأ بقى انا غسلت الرز بتاعي كويس وصفته من المية طبعا، وصفت الخضار في الفترة ديت، انا كنت صفت الخضار. هبدأ بقى انزل بالرز ووراها الخضار، ويبقى كده الخلطة المحشي الجبرة جهزت معايا. نحط الخضار بقى، انا بصفيها اهوت. تقليب المستمر، ونقلب بقى كويس، ومش تنسوا بقى معلقتين الزيت اللي هيدوا مع بعض المحشي حلو. انا بقى نحشي، ادي بتاع القرف بتاع الكرنب اللي احنا قطعناه، انا قلت له احطه في الارضيه بتاعه الحله عشان نبدا الحشو بتاعنا. بسم الله. هنبدا بالورق الاخضر طبعا، نحشي الورق الاخضر الاول كله، بعد كده الابيض. نبدا الرص بقى، الرصه اللي تريحك، كل طبعا واحد له طريقه في رصته وله طريقه في لفه المحشي بتاعه. ملاحظين انا حاطه قدام الورق الاخضر لاني هخلصه، بعد كده نبدا في الابيض، وهسيب رصه خضرا احطها فوق على الوش.
هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم تاني. انا كده خلصت كمية المحشي الورق الكرنب، وهبدأ بقى في الخس. هحط له ورق كرنب من اللي هو الاخضر، هرص له ورق كرنب من اللي هو الاخضر في الارضية بتاعة الحلة برضو، وهبدأ احشي ورق الخس بتاعي. تمام. هنخلص بقى كمية ورق الخاصية كمان ونرجع لكم. بس كده احنا خلصنا كمية الورق الخاص اللي عندنا. انا طبعا كنت ولعت على اللحمة بتاعتي حطيت لها الشوربة. مسافة ما خلصت المحشي كان خلاص كله خلاص. هبدأ ان انا بقى اسقيها زي ما انتوا شايفين كده. هز بقى الحلة عشان الشوربة دي كلها تنزل كده. منسوب الشوربة عندي حلو. نغطي بقى عليه ونولع النار. هو بدأ يغلي معانا اهوت. هنديله هزة كمان بقى ونهدي على الولع بعد ما يشرب الشوربة. وبكده يا حبايبي يكون الفيديو بتاعنا خلاص. يا ريت ما تنسونيش بالاشتراك واللايك الجميل بتاعكم، واشوفكم على خير ومع الف مليون سلام. مع السلامة.